الحمد لله الذي جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وجمع فيه أصول الدين وفروعه وأصلح به الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكمل الخلق وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي خير زاد ولباس. أيها المسلمون، أخرج الحاكم والبزار بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الآية. فتلا عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الآية. كل ذلك يؤمرون بالقرآن أو يؤدبون بالقرآن، فالقرآن هو أحسن القصص، لا قصة يوسف وحدها، وقصة يوسف من أعجب القصص لما فيها من العبر في سير الملوك والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء، فذكرها الله جميعا وأفردها بسورة مفصلة تفصيلا قراءتها تغني عن تفسيرها. وقال فيها: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فتبارك من قصها عبرة للمعتبرين. ولنذكر أهم ما ينبسط من القصة من عظيم الفوائد وكريم العوائد ونفائس القواعد، فنقول مستعينين بالله الذي بلطفه تنكشف الشدائد. من أهم الفوائد ما فيها من البراهين على نبوة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، حيث قص هذه القصة مبسوطة موافقة للواقع، وهو أمي لم يقرأ أو يكتب كتب الأولين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ومنها ما فيها من أصول تعبير الرؤيا والحلم، وأن علم التعبير علم مهم. ومنها كتمان ما تخشى مضرته، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ومنها أن ارتكاب أخف الضررين أولى من أعظمهما، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. ومنها الحذر من شؤم الذنوب، فكم من ذنب واحد استتبع ذنوبا كثيرة. فإخوة يوسف أرادوا التفريق بينه وبين أبيه، فاحتالوا على ذلك بعدة هيل. ومنها ما من الله به على يوسف من العلم والأخلاق العالية، كالحلم والعفو عن إخوته والدعوة إلى الله في حال رخائه وشدته، حين دعا الفتيين إلى الإخلاص والتوحيد ونهاهما عن الشرك والتنديد. ومنهما ما عليه يوسف من الجمال الباهر ظاهرا وباطن، فجماله الظاهر أوجب لامرأة العزيز ما أوجب من الحب والمراودة للشاب الأعزب، وجماله الباطن أوجب العفة العظيمة منه والعصمة عن المعاصي مع وجود الدواعي. ولكن الإيمان ونوره والإخلاص وقوته لا يشد عنهما فضيلة ولا تتابعهما رذيلة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين.
ومنها أن القرائن يعمل بها إن كان قميصه قد من قبل الآية. ومنها الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات، وأنه ينبغي للعبد إذا ابتلي في محل فيه فتنة ومعصية أن يفر غاية ما يمكنه، كما ينبغي أن يلتجئ إلى ربه ويحتمي بحماه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ألا فاتقوا الله تفلحوا وتدبروا كتابه واتبعوا هداه تنجوا وتسعدوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقواه وأطيعوه تدركوا رضاه. أيها المسلمون، من فوائد قصة يوسف عليه السلام فضيلة العلم، علم الشرع والأحكام، وعلم تعبير الأحلام، وعلم التدبير والتربية، وعلم السياسة والشرعية. فإن يوسف عليه السلام إنما حصلت له الرفعة في الدنيا والآخرة بسبب علمه المتنوع. ومنها أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما نفسه من الصفات الكاملة للمصلحة العامة، لقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومنها استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها أو الرافعة لها بعد نزولها، لقول يعقوب عليه السلام: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ومنها أنه لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه، ومنها أنه لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه، لقوله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. ومنها فضيلة التقوى والصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها المحنة العظيمة لنبي الله يعقوب عليه السلام، هو في ذلك صادر لأمر الله محتسب لأجر، وذلك لا ينافي قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإنما الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى البشر. ومنها أن العبرة في حال كمال النهاية لا بنقص البداية، فإن أولاد يعقوب جرى منهم ما جرى، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والعفو التام عنهم. ومنها أن الفرج مع اشتداد الكرب، فإذا تراكمت الشدائد المتنوعة وضاق العبد درعا بحملها فرجها فارج الهم وكشفها كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين. ألا فاتقوا الله معاشر المؤمنين وسلوا الثبات على الحق حتى الممات. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها، إنك جواد كريم. عباد الله، قال الله جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين والصحابة أجمعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بتوفيقك وتأييدك يا رب العالمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضاهم واغفر لموتاهم يا رب العالمين.
اللهم ارزق إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان من بلاد المسلمين. اللهم عليك بيهود المعتدين والمجوس الحاقدين وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا سحا مجللا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.